المستقبل زي تنظيم الأفكار. أفرق إزاي ما بين تنظيم الأفكار وما بين تخطيط المستقبل؟ أول حاجة، تنظيم الأفكار أو تنظيم الخبرات. النقطة الأولى اللي احنا قلناها، أنا حاجة بنظمها بعملها دلوقتي عشان أحقق هدف وقتي، هدف حاضر أقصاها أسبوع، حاجة هحققها في الأسبوع أو الشهر ده. إنما التخطيط للمستقبل أنا بحدد وبخطط لأهداف هيتم تحقيقها مستقبليا، بياخد معايا سنين. أنا علشان أنا في ثانوي وعايز أخش كلية الشرطة، فدي حاجة أنا بخطط لها بقى 3 سنين. وضع الدولة خطط للتنمية الاقتصادية وتنمية التعليم بيستغرق هذه الخطط في حلها ل5 سنوات. يبقى هنا وضع خطط مستقبلية أو وضع تصورات مستقبلية.